عمرك سألت نفسك هو ليه اللي بيربطنا لما بنيجي نتجوز دبلة؟ طب عمرك سألت نفسك التقليد ده جه منين؟ أو احنا عرفنا الموضوع ده منين؟ ويعني ايه حتة دبلة تبقى هي اللي محددة الحياة اللي جاية كلها؟ لو ما تعرفش أنا جاي أقولك، أنا الدمراوي شوكت ودي حواديت جدا. أهلا بيكم مرة تانية في صومعة المتواضعة. تكاثرت الأقاويل على الدبلة وإنها بدأت إمتى وما بدأتش إمتى وأنهي عصر الدبلة ظهرت فيه. في ناس قالت العصر المصري القديم، وفي ناس قالت العصر الروماني، في ناس قالت في الإغريق، وفي ناس قالت في إيرلندا. أيا كانت هي بدأت فين، فاحنا هنروح لكل حقبة زمنية ونحكي هما كانوا بيبصوا للدبلة بأنهي شكل. عندك مثلا المصريين القدماء، علشان كانوا وقتها بيتعاملوا بالذهب وكان الذهب ده هو العملة بتاعتهم، فلما فكروا يعملوا الدبلة عملوها من الذهب. وده معناه ان لما العريس يقدم الدبلة لعروسته ده معناه انه بيقر قدام الناس كلها انه بيضع امواله وكل ممتلكاته بين ايديها. وكانوا عاملينها دائرية لانهم كانوا معتقدين او في معتقداتهم ان العلامة الدائرية هي تدل على الارتباط والقوة والبعث والارتباط الشديد إلى أبد الظهر، عشان كده حتى كان اسمها حلقة البعث. وفي بقى رسومات كتير على جدران المعابد وعلى ورقيات البردي اللي بتثبت الكلام ده. نسيبنا من المصريين القدماء ونتكلم شوية عن الرومان. الرومان كانوا بيلبسوا أطواق من الورد على راسهم، ويفضل العريس والعروسة يلفوا كده حوالين المعازيم يخيلوه. وبعد كده قال لك إن التقليد ده مش مستحب، تقليد فافي. قال لك طب نعمل ايه؟ راحوا بعد كده قالوا نجيب خيط ونربطه في صابع العريس والعروسه. قال الخيط يعني مش فافي. رجعوا بعد كده قرروا انه غيروا الخيط ده بحلقة دائرية من الحديد، لان وقتها ما كانوش عندهم الذهب زي ما كان عند المصري القديم. وبرضه هم عملوه من الحديد لسببين. اولا الحديد كان وقتها يرمز للصلب والمتانة عندهم، فده معناه ان العلاقة بين العريس والعروسة متينة وممتدة الى ابد الظهر. وتاني حاجة ان اصلا الحديد وهو بيتصب على الشكل الدائري فهو بياخد شكل منتظم، فهم قرروا ان هم ما يوجعوش دماغهم قوي كده وان هم يعملوه بالشكل المنتظم ده، فعملوه شكل دائري. نيجي بقى عند الإغريق. والإغريق هنا كانوا عاملين الدبلة من جزئين. العريس أول ما بيتعرف على العروسة ويقرر إن هو هيتم الخطوبة أو المراسم بتاعتها بيدي للعروسة جزء من الدبلة، نصف الدبلة، وبياخد معاه هو النصف الآخر. ولما بيتم الزواج بتتربط الدبلة بعقدتين من الناحيتين وتوضع في يد العروسة. وده تقليد مش غريب شوية على الإغريق، لأن أصلا هو متاخد من إن العريس كان أول ما بيرتبط بالعروسة بيتربط إيديهم هما الاتنين بأصفاد حديدية، وبيركب هو على الحصان ويمشي وهي تفضل ماشيه وراه. وعلى فكره الاغريق هم اللي عملوا كده عشان ما حدش يجي يهاجمني ويقول لي انت ضد حقوق المراه، انا ماليش دعوه. واحد الاقاويل بقى اللي بتقول ان الدبله ظهرت في ايرلندا، فبيقول لك ان كان في راجل ايرلندي اتقبض عليه واسر عند بعض القراصنه وباعوه عند تاجر مجوهرات تركي، اللي بدوره لما عرف ان الشاب الايرلندي ده بيحب مراته لدرجه الجنون اعطاله قطعه من الذهب وسابه يرجع لمراته. بس الراجل قبل ما يروح لمراته شكل الذهب ده على شكل حلقة دائرية مفرغة وراح أعطاها لزوجته دليل على حبه الشديد ليها. والقصة دي يقول لك إن هي دي سبب ظهور الدبلة والإبداع، ولكن ملهاش أي أساس من الصحة. ايا كان الدبلة ظهرت فين وظهرت في انهي عصر، فلو خدتوا بالكم هتكتشفوا ان كل العصور اتفقت على حاجتين. اولا الشكل الدائري للدبلة للاسباب اللي ذكرناها قبل كده في كل عصر من العصور. والحاجة التانية اللي اتفقوا فيها هي مكان وضع الدبلة. الدبلة وقت الخطوبة بتتحط في الايد اليمين، وفي الجواز تتحط في الايد الشمال. اشمعنى؟ انا اقول لك. في الايد اليمين وقت الخطوبة لان دي الايد اللي احنا بنستخدمها وقت القسم، وده دليل انك لما تحط دبلتها في ايدك اليمين وقت الخطوبة انك بتقسم على عهد دائم بينك وبين شريك حياتك سواء كنت راجل او ست. وعند الزواج الدبلة بتنتقل تدريجيا من ايدك اليمين للشمال، بالتحديد في الصباع الرابع. ليه بقى؟ علشان المعتقدات القديمة اللي كانت بتقول ان الصباع الرابع في الايد الشمال هو شريان متصل بالقلب، وبالتالي فان العهد والقسم اللي انت كنت واخده في ايدك اليمين انتقل لايدك الشمال وارتبط بالقلب. وطبعا هو كان الصباع الرابع فكرته في الايد الشمال فقط، بس احنا علشان ما نفرهدش نفسنا ونقعد نفكر انهي صباع في ايدنا اليمين خلينا
هنا هو كمان الرابع. مهما حكينا ومهما رحنا لكل العصور فاحنا مش هنقدر ننكر أهمية الدبلة وأهمية ما تحمله من معنى من رباط مقدس بين الزوجين، وإنها شيء مهم جدا لإتمام مراسم الجواز سواء هنا أو في أي حتة في الدنيا. الدبلة هتفضل طول الوقت شيء مهم. عايزكم ما تنسوش حاجة، أنا كل اللي أنا بحكيه ده مجرد حواديت، ممكن تكون حصلت، ممكن تكون ما حصلتش، ممكن تكون أسطورة أهلها بس هم اللي مصدقين فيها وبيتداولوها. في الأول وفي الآخر الموضوع راجع ليك أنت ولإيمانك بالحدوتة، أنت اللي تقدر تخليها حصلت وأنت اللي تقدر تخليها ما حصلتش. شكرا ليكم جدا لو أنتوا بتتفرجوا لغاية دلوقتي، وشكرا ليكم على دعمكم الدائم والمستمر. يا ريت لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان تفرجوا الناس عليها، وسبسكرايب في القناة، وتفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم كل جديد أول ما ننزل أي حاجة. وشكرا ليكم جدا تاني مرة، واشوفكم في حدوتة جديدة.